فيديو النهاردة هنعمل حاجة حلوة مع بعض، أكيد كلنا بنحبها وبنعشقها. النهاردة هنعمل الجاتو شاتو في خطوة واحدة في الخلاط. النهاردة هنعمله صيامي بدون بيض بدون زبدة بدون سمنة، كل المكونات كلها في الخلاط في خطوة واحدة. بجد من أحلى وأجمل وأروع يعني الكيكات أو الجاتو اللي انتوا هتجربوه وتعملوا. الكيكة كمان هشة جدا وجميلة زي ما انتوا شايفين كده، اسفنجية، وكمان الصوص خطير، يعني الثلاث طبقات أحلى من بعض. يلا بينا على طول نبدأ في الطريقة وفي المقادير. بس قبل ما نبدأ الفيديو أهم حاجة متنسوش الاشتراك في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هنا أول حاجة معايا نص كوباية من الكاكاو الخام، يفضل طبعا يكون الكاكاو نوعه كويس. وكمان هحتاج كوباية من الزيت وزيها كوباية من السكر، وكمان هحتاج كوباية من حليب جوز الهند. لو ما عندناش حليب جوز الهند يبقى هنستبدله بكوباية من المية الدافية. هاخد كل المكونات في الخلاط ما عدا الزيت هنضيفه في الاخر خالص. هنا ضفت السكر وعليه الكاكاو ونزلت عليهم بالحليب اللي هو حليب جوز الهند. هنضربهم بقى في الخلاط كده المكونات دي في الاول، وبعد كده هنضيف الزيت. انا هسيب لكم لينك الفيديو بتاع صوص الشوكولاته، انا كنت عملته معاكم من فتره قريبه. هسيب لكم اللينك بتاعه تحت الفيديو في صندوق الوصف. شايفين الصوص بقى خطير جميل جدا، ولسه كمان لما يخش التلاجة ويسقع هيتماسك وهيتقل. هاخد بقى نص المكونات اللي معايا، نص الصوص هحطه على جنب لان هحتاجه ان احنا هنضيفه على كيكة من فوق، وكمان هحتاج منه حوالي معلقتين اضيفهم على الكريمة. هنبتدي بقى نعمل مع بعض الكيكة. هنا معايا كوباية من المية المغلية هضيفها على الصوص اللي انا خدت نصه، وبعد كده هنضربهم كلهم في الخلاط لحد ما يبقى خليط كده يعني زي ما انتوا شايفين. احطه بقى في بولة، وبعد كده ابتدي بقى نحط المكونات الجافة. هنا معايا كوبايتين من الدقيق، وكمان هحتاج نص كوباية من النشا، وكوباية وباكو ونص من البيكنج باودر، ورشة كده بسيطة من الملح. بس هي دي كل المكونات الجافة اقلبهم بقى. ولازم طبعا طالما هنعمل كيكة او هنعمل عموما اي حلويات لازم ندخل الدقيق. هضيف بقى الدقيق على الخليط يعني شوية بشوية كده، ننزل بيه شوية بشوية، وبعد كده ندخل. طبعا يفضل لو احنا خلينا الدقيق مرة واتنين فطبعا بيكون احسن، بيدي هشاشة للكيكة وبيخلي الكيكة هشة. هنقلب بقى كده كل المكونات كده كلها مع بعض، لو في اي حاجة كده في الجوانب نحاول ان احنا ننزلها. وانتوا شغالين كده لو حسيتوا ان الخليط تقل معاكم ممكن تزودوا معلقتين 3 من حليب جوز الهند، او ممكن معلقتين 3 من المية. كده الخليط بقى معايا ممتاز. هضيف بقى اخر حاجة معلقة من الخل الابيض، بيساعد كمان ان الكيكة تطلع هشة، ده بديل محسن كيك. كده خلاص بقى الخليط جاهز معايا، مش محتاج ولا سوائل ولا محتاج دقيق. لازم بقى اهم حاجة نكون مشغلين الفرن قبليها على درجة حرارة 180، هي بتاخد من 30 دقيقة ل35 دقيقة. اهم حاجة ان احنا منفتحش الفرن قبل 30 دقيقة. هنا دهنت الصينية دهنتها زيت. الصينية هنا اللي انا استخدمتها دي مقاسها 26. لو عايزين الكيكة تبقى يعني مرتفعة يبقى ممكن هتقللوا في حجم الصينية، يعني ممكن من 22 ل24، بس هي كانت مناسبة جدا، وكانت كمان الكيكة طالعة مرتفعة. هدخلها بقى الفرن، لازم طبعا الفرن نكون مشغلينه قبليها. هندخله بقى على فرن درجة حرارته 180، هي بتقعد من 30 ل35 دقيقة، ونختبرها بخلة أسنان. لو طلعت العصاية كده نضيفها ما فيهاش أي حاجة يبقى خلاص كده الكيكة استوت. وأهم حاجة نختبرها من النص، علشان دي بتبقى يعني المكان اللي بيكون فيه الكيكة بتكون لسه نية. هقلبها بقى الناحية التانية، بس اهم حاجة لازم نستنى عليها لما تبرد خالص ونتعامل معاها يعني بالراحة خالص، علشان طبعا الكيكة مفيهاش بيض، فنخلي بالنا يعني نتعامل معاها كده بالراحة. وكمان الصوص زي ما انتم شايفين طلعته من التلاجة في منتهى الجمال. هنا بقى معايا الكريمة. انا هنا هحتاج او هستعمل كريمة الخفق للحلويات.
لو متوفرة عندكم بقى تستخدموها، اللي هي بتكون نباتي، وكمان بيكون متضاف عليها سكر. بس اهم حاجة لازم نحطها في التلاجة قبل ما نستخدمها، اقل حاجة نص ساعة عشان تتضرب معاكم بسهولة. لو مش موجودة او مش متوفرة يبقى ممكن نستعمل بديلها على طول الكريم شانتيه الخام. هنضربها بقى كده، هنضرب الكريمة، بس اهم حاجة زي ما قلت لكم لازم نكون حاطينها في التلاجة قبل ما نستخدمها اقل حاجة نص ساعة. هبتدي بقى انا شغلت المضرب كده على درجة، يعني الدرجة الاولانية، وبعد كده واحدة واحدة هنبتدي نسرع المضرب. كمان هنا هضيف معلقتين كبار من صوص الشوكولاتة، عشان لو انتوا حابينها ان هي الكريمة تكون بالشوكولاتة، او ممكن تسيبوها يعني بيضة كده زي ما هي. اول بس ما تحسوا خلاص ان الكريمة يعني مليت كده الطبق معاكوا، وكمان صوص الشوكولاتة اختلط بالكريمة، خلاص نوقف ضرب، عشان لو بلغتوا في الضرب انتوا تضربوا الكريمة يعني هتفصل معاكوا وهتتحول بعد كده لزبدة. هنا بقى هنبتدي نوزع الكريمة، نوزعها كده بقى بالسباتولا، او ممكن بسكينة بظهر سكينة، او باي حاجة موجودة عندكم. نحاول بس ان احنا نسويها كده، يعني ما تبقاش عاملة زي المطبات، عشان بس لما نيجي نضيف عليها الصوص تبقى متساوية. هنسويها كده بقى بالراحة خالص، وبعد كده هنبتدي بقى يعني بمنديل كده هو نبتدي بقى ننضف الجوانب. وبعد كده هرجع بقى تاني ادخلها التلاجة علشان الكريمة تتماسك قبل ما اضيف عليها صوص الشوكولاتة. صوص الشوكولاتة انا حسيت ان هو يعني تقيل شوية، هبتدي ان انا اخففه. انا خففته هنا بمعلقتين كبار من حليب جوز الهند، وانتوا شوفوا برضو انتوا لو يعني حابين ان هو يكون اخف من كده، بس انا شايفة ان هو كده قوامه حلو جدا. يعني ما تخففوش صوص الشوكولاتة عن كده علشان ما يبقاش سايل معاكوا زيادة عن اللزوم. هنضيف بقى صوص الشوكولاته فوق الكريمه، بس هنا انا غلطت غلطه، فانت طبعا ما تعملوش زيي، لان انا كنت مستعجله على يعني على على الجاتوه كده اهوت، كنت عايزه اخلص الفيديو بسرعه. فطبعا ضفت صوص الشوكولاته على فوق الكريمه، كانت الكريمه لسه ما اتمسكتش، فزي ما انتم شايفين كده الكريمه اختلطت بالصوص، بس بجد يعني خطيره. وبعد كده بقى بعد ما ضفت الصوص الشوكولاته دخلتها التلاجة علشان الطبقه اللي على الوش اللي هي صوص الشوكولاته لازم تتماسك. وبس كده زي ما انتم شايفين بجد في منتهى الجمال، احلى جاتوه شاتوه هتعملوه وجربوه. الكيكه كمان زي ما قلت لكم هشه جدا، يعني احنا مش ضايفين لها بيض ولا اي حاجه. 3 طبقات احلى من بعض، يعني الكريمه مع الكيكه مع صوص الشوكولاته، الميكس كله على بعضه بجد في منتهى الجمال. لازم تجربوها بالطريقة دي، حلوة جدا، وبجد مش هتعرفوا تفرقوها ما بينها وما بين الكيكة المعمولة بالبيت. وبس كده كده وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، جربوا الوصفة واللي رأيكم فيها ايه، واشوفكم تاني على خير في فيديو جديد، وباي باي.